اهلا ومرحبا بكم من جديد واحلى على الاحلى ومسلسل ضرب نار، المسلسل الاكثر اثاره وتشويق في مصر والوطن العربي. المسلسل بطوله النجم الكبير احمد العوضي والفنانه ياسمين عبد العزيز. ودلوقتي وسريعا تعالوا نشوف اهم احداث حلقتنا النهارده، لكن في البدايه ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكمان نوحد الله. ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. وفي الحلقة السابقة وبعد ما جابر البوليس هجم على شقته وقدر يهرب منهم، سافر على الصعيد، وده طبعا علشان يحضر دفنة أمه. وهناك أخوه وولاد عمه في الصعيد قالوا لجابر بلاش يا جابر لأن ده هيكون خطر عليك، وده طبعا علشان أنت مطلوب القبض عليك، وده طبعا غير عيلة الديب اللي عاوزة تقتلك. لكن جابر بيصمم إنه يحضر دفنة أمه. أما في الحلقة الجديدة هنشوف جابر واقف بياخد عزا امه، وهيكون عيلة الديب عامله له كمين في العزا وعايزه تخلص منه. وفي نفس الوقت البوليس شم خبر وعارف ان جابر هيكون موجود في عزا امه، وفعلا عيلة الديب بتستنى فرصه علشان يخلصوا من جابر شديد. وفي مشهد تاني بنشوف مستر زيدان بيروح لمهرة وبيحاول يشككها في رجولة جابر، وكمان بيقول لها انه شغال في الشمال مش زي ما هي كانت فاكرة، انه راجل نظيف وشريف وعايز يعيش بالحلال، وبيطلب منها انها ترفع قضية طلاق وهو مستعد يتجوزها بعد شهور العدة مباشرة. وهنا مهرة بتبص لزيدان وبتقول له سيبني في حالي. ولغايه هنا وسريعا كانت دي اهم احداث الحلقة. استنونا الحلقة اللي جاية، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.